بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. ظهور المهدي أو خروج المهدي. هذا المهدي كثير من الناس خروج المهدي، ولا نقول المنتظر على القول الراجح من كلام العلماء. خروج المهدي هذه القضية كثرت في الزمان أو في الأزمنة الأخيرة. كل يقول بأن المهدي قد خرج، والمهدي خرج في المكان الفلاني وهو هنا وهناك. هذه أقوال. سنعالج أمر المهدي بفضل الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يقول ينكره تماما ويقول لا مهدي ولا خروج، لأنه لم يذكر في القرآن، ويتكلون على القرآن وحده. وهذه أمور سنبينها إن شاء الله ببساطة وبسهولة في هذه الحلقة. المهدي، ما هو هذا المهدي؟ أولا، ظهور المهدي وخروج المهدي وأخبار المهدي. النقطة الأولى أخبار المهدي. النقطة الثانية مهدي الشيعة، وهو المسمى المهدي المنتظر. ثالثا، هل ظهور المهدي الآن أم متى يظهر؟ الحمد لله. الأولى، أن من عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن من أشراط الساعة خروج المهدي، وأنه سيملك 7 سنين يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما، وأنه وفي زمانه أن الأرض تخرج نباتها، والسماء تمطر ماءها، ويفيض المال. هذا هو المهدي، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة فيه، وأحاديثه بلغت حد التواتر. انتبهوا بارك الله فيكم. أحاديثه بلغت حد التواتر كما قال بذلك كثير من أهل العلم، منها ما رواه أحمد والترمذي وأبو داود أنه، والحديث صححه الألباني وأحمد شاكر، حديث صحيح ولله الحمد، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، هكذا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ هذا الإمام هو المهدي، بدليل أن في حديث آخر صحيح أن المهدي هكذا، أن المهدي يقول لعيسى: تعال فصل بنا، فيقول عيسى: أنت الذي تصلي بنا، فيصلي المهدي هذا الإمام بعيسى عليه السلام في بيت المقدس. هذه أخبار صحيحة، حتى لا نتبع كلام الذين يشوشون على الأمة المهدي كذب وغير ذلك. إذن أخبار المهدي الآن، مهدي أهل السنة والجماعة، صحيحة وأنها ثابتة ولله الحمد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مهدي المنتظر، مهدي الشيعة، أنهم ينتظرونه في السرداب في العراق، وأنه سيخرج ليحارب الظلمة، لأنهم يرون أن الناس كلهم ظلمة حتى الصحابة، وفيهم أبو بكر وعمر، وأنهما ظالمين واغتصبا الخلافة لعلي وغير ذلك. هؤلاء الروافد يرون أن المهدي ينتظرونه في السرداب، يخرج هناك في العراق فيحارب الظلمة، وينتظرونه كل صباح، بل يذهبون إليه بالعسل والزبدة وغير ذلك، يقول حتى يتناول طعام الإفطار فيخرج لمحاربة هؤلاء الظلمة. هذا عند الروافد، وهذا كله كذب. ليس هناك مهدي منتظر عند الروافد أبدا، ولهذا هم يقولون المنتظر، وهو كذب وزور وبهتان، ولا حديث صحيح عندهم. وإنما دين الروافد معروف، دين الكذب والزندقة والعياذ بالله والبهتان والزور. أي دين عند الروافد؟ ولهذا هم عندهم هذه المصيبة، هذه الخرافة، يعتمدون عليها ويعملون على تحقيقها. وفي كل صباح كما سمعتم يذهبون للاسترداد ينتظرون خروج مهديهم المنتظر. إذن هذه النقطة الثانية فيما يتعلق بمهدي الروافد أو الشيعة. الحمد لله. النقطة الثالثة، هل خرج المهدي أو ظهر، ومتى سيظهر؟ المهدي الذي سمعتم فيه الأخبار الصحيحة واعتقاد أهل السنة فيه وأنه من أشراط الساعة ويخرج في آخر الزمن كما هي الأحاديث التي سمعتم، لم يظهر ولم يخرج، وإنما أناس يدعون ذلك، وذلك كله كذب. لماذا؟
لأنه سيخرج حين تملأ الأرض ظلما وجورا ومصائب ومناكر. هنا يخرج من أجل أن يملأها عدلا وقسطا ويرد الحق لأهله ويقيم العدل في الأرض ويكون الحكم على شكل النبوة ولله الحمد، وعلى حال الخلافة الراشدة، أن يطبق الإسلام في الأرض تطبيقا عجيبا. 7 سنين الحمد لله حتى ينزل عيسى فيجده ويصلي المهدي بعيسى في بيت المقدس كما سمعتم. إذا متى يخرج؟ حينما يكثر الفساد والمنكر وتعم الأرض المصائب والمنكرات والجرائم، هنا يخرج. أما الآن الحمد لله الأرض فيها خير، الإسلام الآن ينتشر بطريقة كبيرة جدا. في أمريكا الإسلام في الجنود، في الناس، مساجد، دعوة ما شاء الله. في بريطانيا، في ألمان، الدول الكافرة الآن فيها إسلام ينتعش انتعاشا عظيمة وله قوة كبيرة. القنوات الآن وهذه الفضائيات كلها تعج بالدعوة والوعظ والإرشاد والدين وبلاغ الدين بجميع اللغات بفضل الله تبارك وتعالى. البلاد الإسلامية على خير كبير من تطبيق الشريعة والإرث والدين، والحمد لله كل ذلك موجود. إذن خير كبير الآن الحمد لله في الأمة، ولم تملأ الأرض جورا وظلما كما جاء في حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي أخبار المهدي المنتظر بصفة مجملة وبصفة عامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نفهم قضية المهدي وأن نتعامل معه بالحق، ولا نتبع لا هؤلاء الذين يكذبون ويقولون لا مهدي، ولا هؤلاء الذين يكذبون ويقولون بأن المهدي خرج، ولا هؤلاء الذين يقولون بالقرآنيين ويقول لما لم يذكر في القرآن. ليس عندنا مشكل نحن يذكر في القرآن ولا يذكر، احنا عندنا وحيين، عندنا بفضل الله تبارك وتعالى وحيين، الكتاب والسنة. فإذا ذكر في الكتاب الحمد لله، وإذا ذكر في السنة كما سمعتم الحمد لله. ما عندنا احنا مشكل نأخذ بالقرآن وحده فنضل، أو نأخذ بالسنة وحدها فنضل، لا، هذا كلام كله غير صحيح. إذا سمعتم ما هو البيان والتفصيل عن المهدي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنبي وذنبكم وأن يصلح حالي وحالكم. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.